السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم. وصفة التوفير يا بنات، اللانشون. ايوه هنعمل لانشون، بس انت طبعا مش لازما هتحطيه يعني لاولادك في اللانش بوكس ده طبعا، لكن انا بجيبه بخليه بقى ابشره، بحطه في وصفات كتيره جدا. بجد وصفه بتخلي طعمها جميل جدا وموفر جدا جدا، وطبعا بدون لحوم خالص. تعالوا نشوف طريقتنا. انا عندي 6 حبات بيض، وممكن برضو 5 حبات. بينفع يعني، انا عملته مرتين بكده وبكده، نفع يا بنات. عندي 5 قطع جبنه كيري، ممكن مثلثات، ممكن جبنه كيري اللي هي السايبه، وتعملي 5 معالق كبار. عندي ربع كوب زيت، او اقل كمان من ربع بمعلقه كده يا بنات. تمام. عندي توم وبصل بودر وبابريكا وحبهان مطحون وفلفل اسمر، ورشه ملح بسيطه خالص. عندي كوب دقيق من الكوب اللي هو العادي اللي موجود عندنا في كل بيت. الحاجات اللي في الخلاط دي، المقادير اللي في الخلاط ده الوصفه مظبوطه، بس انا بحب بقى يعني عشان تدي طراوه اكتر وطعم كمان اغنى. معلقه كبيره جبنه كيري اللي هي السايبه اللي بتتباع ربع كيلو نص كيلو اللي انت بتجيبيه يعني. حط كده، وممكن الاستغناء عنها زي ما قلت لك، اضربيه كويس جدا جدا في الخلاط لغايه المقادير ما تختلط كده مع بعض. ولو في حاجه لازقه في حروف الخلاط، سلكيها زي ما انت شايفه كده. بعد كده مع نقطتين بس من اللي هو اللون اللي هو الجل الاحمر، واضربي كويس جدا جدا لغايه اللون ما يختلط مع المقادير كلها زي ما انت شايفه كده. شغلي مره واثنين وثلاثه لغايه ما تحصلي على القوام ده ناعم بالطريقه ديت، واللون موحد بالشكل ده. ايه رايكم؟ اظن وصفه جميله جدا والله. دي يعني انت بتشميه كده، ريحه فعلا اللانشون من قبل ما يستوي. هنا بقى ده كيس حراري مخصص بيدخل الفرن يا بنات. يعني ارجوكم ما تحطوش اللانشون في كيس اللي هو حفظ التلاجة، ده خطر جدا جدا يا بنات، مش معمول عشان يدخل الفرن او يتسلق في المية، خطر جدا. ده اكياسها الحرارية بتتباع عند اللي هم المحلات اللي بتباع اللي هي الحاجات البلاستيكات، والاطباق اللي هي الفويل والاسترتش راب والكلام ده كله. تمام. عنده اللي هو المقاسات، في مقاس كبير وصغير ووسط. ده كان عندي ده وسط، لو انت عندك الصغير هينفع برضه، لان الكميه بتاعتنا مش كبيره قوي، عايزه اكياس يعني كبيره قوي زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد كده انا بسويه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هلفه بالطريقه ديت عشان يدينا في الاخر شكل الرول اللي هو بتاع اللانشون. عندي بقى هلفه في 3 ورقات فويل. اول ورقه هي هلفها بالشكل ده، اضغط والف اضغط والف، كأن انا بعمله رول زي ما انتم شايفين كده، بضغط والف. وفي الاخر كده الجنبين هتنيهم، مش هلفهم. ده هلفهم على شكل بونبوني زي اللي هي اخر ورقه اللي انا هلفها فيه. ده الورقه التانية هلفها برضو بالشكل ده، هضغط والف. ده اهم حاجه، اضغطي ولفي وخليك على شكل اسطوانه كده وانت بتلفيه. ده اخر ورقه اهوت، هلفها برضو فيه. لكن ده بقى في الاخر هعملها هلفها كويس جدا من الجوانب على شكل بونبوني كده، هتشوفوا دلوقتي، علشان الميه يبقى ان شاء الله ما تدخلش فيه اكيد. تمام زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى السوا بتاعه، ميه مغليه على النار، هحطها فيه بالشكل ده وهغطيها وهسيبها على نار، اهم حاجه نار هاديه يا بنات، يعني الاول لغايه بس ما تغلي بيه. بعد ما غلت ودي النار على نار وسط او هاديه، وسيبيه لمده ساعه الى 10 دقائق. يعني ابتداء من ساعه ل 10 دقائق شوفيه، لو هو استوى بقى تمام خلاص طلعيه وكفايه عليه كده، لانها اصلا الحاجات كلها يعني احنا بنسوي البيض بس يا بنات والدقيق، يعني كله هيبقى هي عباره عن جبنه وبهارات والدقيق والدقيق واللي هو البيض يا بنات، فاهمين؟ بعد كده هوت انا سبته يعني يا دوبك يعني يهدى شويه بسيطه. بصوا انتوا حتى هتلاقوا الدخان دلوقتي، بصوا وانا بقطعها الدخان اصلا طالع منه، يعني ما لحقتش اسيبه يبرد يعني. لو انتوا مش هتقدروا تقطعوه كده، سيبوه لما يبرد تماما وقطعوه. ايه رايكم بقى فيه؟ شايفين لون وطعم وطراوه بجد؟ شايفين اللي هي الفراغات ديت؟ ده دليل ان فعلا انت عامله الوصفه طلعت مظبوطه جدا. شايفين بتتني ازاي ولا تتكسر؟ بجد طعمها بقى خطير فظيع يا بنات. والله انت عارفه ممكن تقطعي شويه كده طبعا للمدارس لللانش بوكس الكلام ده كله، لكن بجد يعني ممكن تشيليها كده ومبشوره، او تشيلي قطع كده وتبشريها وتحطيها بقى في وصفات، بتبقى جميله جدا والله. تعمليها بقى مع شويه دقيق كده وشويه حليب ولبن وصينيه كده، تدخليها الفرن بتطلع صينيه جميله جدا والله. وما فيش اي فيه لحوم، بجد وصفه رهيبه وموفره جدا وطعمها خطير، حاجه نضيفه جدا لاولادنا. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه، والسلام عليكم ورحمه الله.